في مثل كده بيقول لك كل ما بتعمل زوم الصورة بتبكسل، كل ما تعمل زوم على شخصية هتلاقيها بتبكسل، هتلاقيها فيها مشاكل. أنا بتكلم علشان أقول لك اعذر الشخصيات دي. مفيش حد فينا إلا ودايما هتلاقي فيه 5% مثلا 10% من عدم الكمال، عدم المعصومية، إنه ما يكونش معصوم. وارد تلاقي حد يكون متواضع، عنده إيثار وغيرها بقى من الصفات الحلوة جدا اللي تخليك تنبهر بالشخص ده. بس في المقابل نسبة كده صغيرة حتى لو 1% من الأخطاء اللي تخليه ما يكونش معصوم. الشخص ده حلو قوي بس في عيب مش عارف ايه، طبيعي لازم تقبل ده على حسب بقى ايه الصفات الحلوة اللي موجودة، وعلى حسب توقيت ظهور الصفات دي في التعامل بينكم بيظهر مبدأ التغافل شوية، انك تعديله ويعديلك فالدنيا تمشي. والطرف التاني بقى في الموضوع ده هو الشخص نفسه، يشتغل على انك تقلل من ظهور العيوب دي.